الكون مليان أسرار، وعلم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا أمل أحمد وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. مستمرين معاكم في سلسلة الأبراج المحيرة واللي محدش اتكلم عنها قبلنا، واتكلمنا عن 3 أبراج منهم، وهما الحوت حمل والحمل طور والطور جوزاء. وحللنا شخصية كل برج وعرفنا قد ايه هما مختلفين جدا ومميزين. نيجي للبرج الرابع وهو الجوزاء سرطان، ودول الناس اللي بيتولدوا يوم 20 21 و22 يونيو. استعدوا الحلقة نارية فيها مفاجآت كتير من العيار التقيل. جاهزين؟ يلا بينا. النهاردة هنتكلم عن شخصية غير عادية بتجمع بين الحاجة وعكسها بشكل يخليك تستغرب ازاي الشخص ده قاعد مع نفسه وبيتعامل معاه عادي طول حياته. ندخل في الموضوع على طول وندردش شوية عن صفات البرجين دول الأول، ونبتدي بأصحاب برج الجوزاء اللي عرفنا عنهم إنهم شعلة نشاط وذكاء ودمهم خفيف شربات. بيعرفوا يعزفوا على أوتار الكلمات ويطلعوا من بقهم سكر مكرر يخلي الناس تحب تقعد معاهم وما تزهقش منهم أبدا. كمان هتلاقيهم بينشروا الطاقة الإيجابية حواليهم ويحلوا الدنيا في عينيك، لأنهم بيعرفوا يعملوا من الحزن فرح ومن الدموع شموع تنور لك الطريق. أما أصحاب برج السرطان هتلاقيهم عندهم كاريزما وشخصية لماحة ذكية تلقطها وهي طايرة، ومركز قوي عشان كده ناجح جدا في شغله. بيحب الهزار والضحك وبيسافر بخياله بعيد ويعرف يهرب من الواقع ولا كأنه عايش فيه. حساس قوي وعاطفي بزيادة وما يقدرش يعيش من غير حبيب. هنتكلم عن عيوب البرجين اللي هي تقريبا واحدة، لأن مزاجهم متقلب وتصرفاتهم غريبة شوية لما يبقوا متضايقين، لكن كل واحد بيعبر عن ضيقته بشكل مختلف غير التاني. يعني لما صاحب برج الجوزاء بيزعل بيسخر من الزعل ده وتلاقيه هزر كتير وما يحبش يعيش جوه حالة الحزن دي ولا تعطله ثانية واحدة. بالعكس بقى تلاقي صاحب برج السرطان بنسميه دراما كينج، خزان أحزان متنقل، ويبان عليه قوي حالة الكآبة وصعب يخرج منها بسرعة وبتأثر عليه لوقت طويل. في حتة الصبر هيحيرك شوية وصعب تحدد هو صبور ولا متسرع. هيستنى لحد ما يوصل لهدفه ويعمل المستحيل عشان يحققه، ولا هيزهق بسرعة ويقول لأ أنا مش مكمل وتعبت خلاص. علماء الفلك بيقولوا على أصحاب برج الجوزاء أبو ضحكة جنان، وعلى أصحاب برج السرطان الضاحك الباكي. يعني هما الاتنين كل واحد فيهم في حتة تانية. ايه ده بقى؟ يعني هو بشوش ولا كئيب؟ صبور ولا مستعجل؟ بيتغلب على أحزانه ومشاكله ولا هي اللي بتغلبه؟ بصراحة صعب تحدد، لأنك بتتعامل مع شخصية مركبة ومعقدة شويتين 3. وصلنا لمرحلة العناصر، والشخص ده بيجمع بين عنصرين: عنصر الهواء بتاع برج الجوزاء وعنصر المية بتاع برج السرطان. تعالوا نتخيل شخصيته اللي بتجمع بين العنصرين دول ونشوفها عاملة ازاي. هيكون شخص هوائي ومتقلب وحساس قوي وبيطنش كتير، عنده حدث قوي بيحس بالحاجة قبل ما تحصل، بيحب عيلته قوي ويضحي كتير عشانهم. والصفات دي واخدها نتيجة اتحاد عنصر الهواء والمية من البرجين اللي بينتمي ليهم. وصلنا لمحطة الكواكب الحاكمة وهنركب قطرين: قطر كوكب عطارد اللي بيأثر على برج الجوزاء، وده بيخليه اجتماعي وذكي، بيحب الصداقة وحب الحياة.
أما القطر التاني كوكب القمر، وهو الكوكب الحاكم لبرج السرطان، وده بيخليه عاطفي حساس جدا، وبيعتني بكل اللي حواليه ويخلي باله منهم ويشيل همهم ويحميهم بكل قوته. كده الكوكبين مخليين الشخص ده حنين قوي، عاطفي وحساس بزيادة، شوية يحب النكد وشوية بيطنش وما يحبش يعيش جوه أحزانه، متقلب قوي وساعات كتير بيبقى غريب الأطوار. كده الشخص ده بيجمع بين الحاجة وعكسها، الضحك والدموع، الحساسية الزيادة والتطنيش الكتير، الحنية والعملية، الإصرار على تحقيق الأحلام والاستسلام للمشاكل والبعد عن المتاعب. لكن لازم نديله حقه ونقول إنه شخصية متميزة، لأن التناقض ده بيديله صفات حلوة تخليك تحب تتعامل معاه ويبقى صديقك الصدوق. كده احنا خلصنا كلامنا عن البرج المحير بتاع النهاردة، والمرة الجاية هنتكلم عن برج تاني برضو بيحير الناس ونتعرف عليه. استنوني في الحلقة الجاية، هتوحشوني.